اوقفوا تقديم الطعام ده فورا. ده اللي هيجنني. ويجننك ليه يا جناب المحتسب؟ طعام فاخر وبكميات كبيره وبالمجان، مش ده شيء يدعو للتساؤل؟ طعام زي الفل وريحته تشرح القلب، وطعمه مفيش احسن من كده. فورا تبلغ السيد جودر المصري يستمر في تقديم الطعام للناس، وتقول له متولي الحسبه بيبلغك تحياته. تمام يا جناب المحتسب. عجيب قوي امر الشخص ده. قلت لي اسمه ايه يا محتسب؟ اسمه جودر ابن عمر المصري يا مولاي. جودر ابن عمر المصري. طيب اتأكدت من جودة الطعام اللي بيقدمه للناس؟ ده تقرير يا مولاي من كبير الأطباء في دار الحكمة بالإشادة بالطعام ونوعه. غريبة قوي، لسه في ناس بتبذل وقتها وجهدها عشان تساعد الآخرين في وقت الشدة. الدنيا يا مولاي لا تخلو من أهل الخير في كل زمان. صدقت يا وزير شاهين، فعلا اللي زي جودر دول بيبقوا عملة نادرة في كل زمان ومكان.